الاختصاص المحلي عن مكان وقوع الجريمة ومحل إقامة المتهم. يعد تطبيقا سليما لقواعد الاختصاص المحلي التي هي من النظام العام تأييد غرفة الاتهام لأمر قاضي التحقيق القاضي بعدم الاختصاص المحلي استنادا إلى عدم وقوع الجريمة بدائرة اختصاصه القضائي وعدم إقامة أحد المشتبه فيهم بها، أنه وفصلا في تنازع الاختصاص مسبقا والمحتمل وقوعه وتفاديا لأي انسداد قانوني قد يقع وفقا لأحكام المادة 547 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تجيز للمحكمة العليا بمناسبة طعن مطروح أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما، ويجوز لها أن تقضي في جميع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن نظر الدعوة، يعني تخلى على الدعوة. ونظرا لانعقاد الاختصاص لقاضي التحقيق للمحكمة المختصة، فإن المادة ووفقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية يتوافر أكثر من معيارين أساسيين من المعايير الثلاثة، وعلى رأسها مكان وقوع ارتكاب الوقائع المجرمة ومحل إقامة بعض المشتبه فيهم. يتعين التصريح بإحالة ملف القضية على قاضي التحقيق للمحكمة بسعي من النائب العام لدى مجلس قضاء كذا على أن يبقى الطلب الافتتاحي المسجل بتاريخ كذا لمحكمة كذا بفتح تحقيق قضائي صحيح ومنتج لأثره القانوني نحو قاضي التحقيق لمحكمة كذا، ما نذكروش الاسم تاع المحكمة، لمواصلة التحقيق، وهذا لمواصلة التحقيق. وشكرا.